هلو. النهاردة هنعمل بيت العصفورة كديكور للبيت، وهنستخدم ستايل فارم هاوس أو ستايل الريفي. والستايل دوت طالع موضة جدا، وديكوراته بتدي جمال للبيت وبيكون مايل للطبيعة أكتر وبسيط في نفس الوقت، ودي أكتر الحاجات اللي بتعجبني فيه. بس قبل ما نبتدي الفيديو دوت مع بعض، لو ما كنتوش اتفرجتوا على الفيديو اللي فات ياريت تروحوا تتفرجوا عليه الأول، علشان الفيديو ده معتمد بشكل كبير جدا على الفيديو اللي فات وعلى حاجات عملناها مع بعض المرة اللي فاتت، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن وفوق كمان. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة هي القاعدة اللي هنثبت عليها بيت العصفورة، ودي عبارة عن قطعتين خشب، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة وشوية قصاري زرع لزقناهم ببعض. وزي ما قلتلكوا كل التفاصيل هتلاقوها في الفيديو اللي فات، عملناها بالتفصيل وخطوة خطوة. كمان هتلاقوا نوع الدهان اللي استخدمناه، وعلى العموم هو الدهان ده اسمه تشوك بينت، وده نوع غالي جدا جدا، بس احنا عملناه في البيت وبسهولة جدا وبأدوات بسيطة. المهم هنزود هنا بس لون بني فاتح، حاجة بسيطة جدا علشان اقرب الالوان من بعض. هخلطهم كويس وهبتدي ادهن بيهم قصاري الزرع زي ما عملت المرة اللي فاتت بالظبط في الصينية. وبعد ما خلصت الدهان هسيبه ينشف، وعلى العموم هو مش بياخد وقت كتير. وده هيبقى الشكل النهائي للقاعدة بتاعتي اللي هثبت عليها بيت العصفور. ودلوقتي هعمل عش العصفورة بأدوات بسيطة جدا. كل اللي هحتاجه ورق، أي نوع ورق. هبتدي ألفه حوالين بعضه بالشكل ده. الموضوع هياخد منكم وقت شوية، هنلف ونفك كذا مرة لغاية اما يظبط معانا. وانا هنا قصدي اوريكم جزء من المحاولات اللي بتتعمل، علشان مش عاوزاكم تتخيلوا انه ممكن يظبط معاكم من اول مرة زي ما بنشوف في فيديوهات كتير جدا، بس هما بيوروكوا الفكرة والتكنيك بس عشان وقت الفيديو، بس مش بيقولوا لكم كم المحاولات اللي بتتعمل عشان الشكل يطلع بالبساطة اللي بتشوفوه. مش اقصد ابدا ان انا اضايقكم او اديكم طاقة سلبية، كل اللي اقصده ان اي حاجة بتاخد وقت، ممكن ما تطلعش من اول مرة زي ما بنشوف، وان العيب مش فينا، لا، ببساطة محتاجين نحاول اكتر بس مش اكتر. ميزة الكرافت والدي اي واي انهم من حاجات بسيطة جدا، زي شوية ورق، كرتون، حبة خيوط، ممكن نعمل بيهم حاجات تحفة جدا. كل اللي بنحاول نعمله هنا ان احنا بنستخدم ادواتنا البسيطة في ان احنا نوصل لتحف جميلة جوه بيتنا. صحيح مفيش حاجة بتطلع من اول مرة، بس يوم ما تطلع هتبقى تحفة. انا عملت واحدة تانية هنا علشان اوريكم من زاوية اقرب شوية، وبرضه هنلف الطرف ونمشيه ونحاول نضغط عليه، المهم يكون محكم ومش مهوي. عملت هنا حبة حلوين، صحيح مش هستخدمهم كلهم بس هوريكم فكرة تانية بعد شوية. هحتاج كمان خلل شوي وهكسرهم بالشكل ده. كمان هحتاج القش ده، بس القش ده مش اساسي معانا، يعني لو مش موجود مش مشكلة خالص. هجيب القاعدة وهبتدي اشوف مقاسها بالعيدان الورق اللي عملتها. انا شايفة هنا ان مقاسها تمام مظبوط بالنسبة للقاعدة بتاعتي، فهلزقهم في بعض بالشمع. وبعد كده هجيب واحدة تانية واثبتها بالشكل دوت، وبعدها هلفها على الدايرة الاولانية كده. هثبتهم في الاخر مع بعض، وهعمل نفس الحكاية مرة تالتة.
هيبقوا بالشكل ده، وهثبتهم في بعض كلهم واشيل اي زيادات منها. بعد كده هجيب الخلل الشوي اللي كسرتها وهبتدي اثبتهم واحدة واحدة، والتكسير العشوائي اللي احنا عملناه دوت هيخليه طبيعي اكتر ويدينا احساس بالعش اكتر. وبعد كده هبتدي احط الغيرة الابيض علشان اثبت العشب الاخضر بالشكل ده. وزي ما قلتلكوا الخطوة دي مش اساسية، لو مش متاح عندكوا مفيش مشكلة، بس الحقيقة هو هيديله احساس وجمال اكتر، وهيبقى اقرب جدا للحقيقي، بس في النهاية مش هيأثر على الشكل النهائي كتير. ودلوقتي اخر خطوة هنرشه كله باللون الدوكو البني، وده هيوحد الالوان شوية والعشب الاخضر كمان هيدبله. وده الشكل النهائي. واخر حاجة هنعملها مع بعض واهمها هو بيت العصفور نفسه. ده هنعمله بمنتهى السهولة. عندي لوح خشب رفيع زي ده ممكن نلاقيه عند الموان او عند بتاع ادوات الكهرباء والسباكة. هو عرضه تقريبا 7.5، وهبتدي اقسمه بالمسطرة بالطول 4 قطع 9 سنتي، وقطعتين 16 سنتي، وقطعة 7.5 في 7.5 مربعة يعني. وهبتدي بالقطر اقطعه. هو هياخد وقت شوية بس هيتقطع في الاخر معانا. بس اهم حاجة تحطوا حاجة من تحت وانتوا بتقطعوا عشان القطر ما يبوظش الترابيزة اللي بتقطعوا عليها. وهنحاول نساوي الأطراف بالقطر على قد ما نقدر. ودلوقتي في القطعتين الكبار مقاسهم 16 سنتي هعمل فيهم مثلث من فوق. ببساطة هنقسم 7.5 على 2 بالتقريب كده، وهعمل خط في النص. هجيب القطعة الصغيرة اللي مقاسها 9 سنتي وهاخد مقاسها على الخشبة، وبعد كده هوصل زوايا المثلث بالشكل ده مع بعض، وهيبقى بالشكل ده، وبرضو هقصه بالقطر. بعد ما اخلص هاخد القطعة اللي خلصتها وهرسم المثلث على القطعة التانية، وهقصها بالقطر برضو، وهيبقوا بالشكل ده. دلوقتي هجيب المربع 7.5 في 7.5 وهثبت حواليه الجوانب بالشمع. وعلشان الخطوة دي سهلة ومش محتاجة تصوير، عشان كده انا هوريكم الشكل النهائي على طول. فكرة تانية للبيت بالكرتون واعواد الورق اللي عملناها مع بعض في الاول، هعمل نفس المقاسات بس المرة دي بالكرتون، وهجيب اعواد الورق وهبتدي الزقها عليها بالشكل ده واحدة واحدة.
هيبقى ده الشكل النهائي لكل جانب. وبعد كده هجمعهم كلهم هيبقى ده شكل البيت في النهاية. دلوقتي بنفس الشوك بينت اللي استخدمناه هنعمل بيه بيت العصفور، وزي ما قلت لكم انا عملته بكل تفاصيله في الفيديو اللي فات، يا ريت بجد تروحوا تشوفوه. وبعد ما خلصت زودت لون بني بسيط على باقي اللون اللي فاضل عندي، وهبتدي ادي زي خطوط بسيطة على شكل البيت من بره. ودي طريقة، وفي طريقة تانية اني اجيب فرشة عريضة واعمل بيها اللون، بس اهم حاجة ما اخدش لون كتير، يبقى اللون خفيف قوي وعلى طرف الفرشة بالشكل دوت. والطريقة دي انا بفضلها اكتر، بتكون ابسط وطبيعية اكتر. اخر حاجة هعمل فتحة للبيت على شكل دايرة بالفرشة، هحاول اوسطن ايدي والف الفرشة حوالين نفسها، ولو كانت صعبة ممكن تسندوا بايديكم التانية زي كده، وبعد كده اظبطها واحدة واحدة بالفرشة. وهنا حبيت اظبطها اكتر فهجيب فرشة اصغر وهبتدي اظبط اللي مش عاجبني بلون ابيض، وبنفس الفرشة هاخد كيرف من فوق وكيرف من تحت بالشكل ده، وده هيدي عمق اكتر اكن الدايرة مفرغة. وده الشكل النهائي للبيت. دلوقتي خلصنا الثلاث حاجات الاساسية، بيت العصفورة، القاعدة اللي هنثبت عليها، والعش كمان. هحتاج معاهم مسدس الشمع، ورد، ورق اخضر، بيض الوان، واحنا عملناه برضو مع بعض في الفيديو اللي فات. اظن زهقتوا مني وانا بقول لكم كل حاجة في الفيديو اللي فات، لانه فعلا الفيديو اللي فات كان فيه افكار كتير جدا عملناها مع بعض. دلوقتي هبتدي اجمع كل حاجة مع بعض وانسق. اول حاجة هبتدي اثبت العش بالشمع، وبعدها هبتدي اثبت البيت. هبعد بس شوية عشان يوضح لكم اكتر. وبعد كده هبتدي اثبت الفروع الخضراء، وبعديها هثبت البيض. وهنا عاوزة الفت نظركم لحاجة بالنسبة للبيض والورد كمان، لو حابين فعلا تمشوا على الستايل الريفي على اصوله، يفضل يكون الوان البيض والورد اوف وايت او درجات البيجات، هيكون افضل كتير مع الستايل الريفي. بس بصراحة بما اننا في الربيع حبيت اضيف الوان اكتر، وعلشان كده غيرت الوان البيض والورد. وده الشكل النهائي. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.